اقسم بالله اكتر عدو للمرأة المرأة اللي زيها. قاعدين تفصصوا الولية وقاعدين تقولوا ده بصوا ازاي بتعامل جوزها، ازاي على الملأ بتعمل كده مع جوزها، ازاي بتستنجد بأمها وجوزها جنبها. يا عيني عليك، ده انت بتحاول تطمنها، ده انت بتحاول تحتويها، وكأنه اوفر تاسك منه ان هو يحاول يطمنها او يحميها او انه يحسسها بالأمان. ده بقى الطبيعي ان نشوف الراجل ده غلبان، وان الست بقى لما ما بتتقبلش ده يبقى هي ست مفترية، زي اللي حصل في حلقة حمدي المرغني وإسراء مع رامز. ان هو طول الوقت بيحاول يطمنها، وهي طول الوقت يا ماما يا ماما، وكأن كلنا واحنا مخضوضين او احنا مصدومين عارفين ازاي نتحكم في رياكشناتنا وازاي نطلع الكلام من ده. مش حقيقي، ده مش واقعي. كلنا لما بنتخض رياكشناتنا بتبقى مختلفة، ما بنفكرش ب5 جنيه يعني. انتوا بقى مستكترين على الست الراجل اللي جنبها اللي بيطبطب عليها. يعني هو اللي طبيعي ان هو مثلا لما يلاقيها كده خايفه يقوم يشخط فيها يهزقها قدام الناس ولا لا انت بتعملي ايه ده، ايه ده، اتخضي عادل يا وليه. انتوا عايزين كده يعني؟ كميه الكومنتس من الستات، انا دلوقتي مش بتكلم على بقى كومنتات الرجاله، انا بتكلم على الستات، انه ده خساره فيها، ده طيب قوي، ده حنين قوي، دي ولايه مفتريه، ازاي كده، ازاي مستحملها، والله العظيم حرام عليها. حرام عليها، عملت ايه؟ كل اللي عملته انها خافت وقالت يا ماما. ده انتوا بتحاسبوها على انها لما خافت استنجدت بامها؟ يعني انتوا بتعملوا ايه؟ وكميه الرجاله بقى اللي هو دي بتستغله، دي مش عارفه عايزه تستغله ايه. هما الاتنين يعرفوا بعض من ايام ما كانوا ولا حاجه، فانتوا عايزين تدخلوا بقى في دماغ الراجل ان هي لما عملت كده هي مش بتحبه، وان هو بيستغل في العلاقه، وعشان كلمتين قالهم رامز فاحنا كده عرفنا داخلياتهم خصوصياتهم وماسكينهم بقى ايه، غسيل ومكوى كوم بقى. والناس اللي ماسكاه رياكت بقى استرجل يالا انشف يالا عيال تشهى بالقلم، مش انتوا متخيلين انتوا بتعملوا يعني؟ في وسط ما هي خايفه ومرعوبه ومصدومه من اللي بيحصل لها، هو كمان دوره انه هو يطلع شكله راجل، ويفكر ازاي هيطلع شكله راجل قدام الناس اللي بيتفرجوا على الحلقه، فيشخط فيها بقى عشان يقول عليه سيد الرجاله. انتوا فاهمين انتوا بتعملوا ايه ولا مش فاهمين؟ انتوا عايزين تعملوا لنا غسيل مخ، عايزين تقولوا للستات انه ده مش الطبيعي. الطبيعي ان الراجل يكون قاسي ويكون مش همه مشاعرك، ويكون مش عارف ازاي يطمنك. يعني حتى في عز خوفه بيقول رامز انا مرعوب بس انا عشانها انا عايز اطمنها. انتوا فاهمين الجمله عامله ازاي؟ شايفين الحب اللي بجد الراجل لما بيحب يا جماعه ما بيبقاش قاسي. فمحدش يترجم لي قسوه الراجل ان ده نوع من الحب والخوف على الست، لان احنا مش هنصدق. ولو حاولتوا تعملوا لنا غسيل مخ انا برفض، انا برفض، واكيد في غيري هيرفض.